طب يا جماعة، مساء الخير الأول. يا رب كلكم تكونوا بخير يا رب، وبتمنى لكم النجاح والتوفيق يعني دايما في كل حاجة. آه، في كتابين أنا جبتهم، جزء أول وجزء تاني، اسمهم اللغة البراجماتيكا. يعني إيه اللغة البراجماتيكا؟ يعني اللغة المتداولة ما بين البشر أو ما بين الناس، ما بينك انت واصحابك، ما بينك انت والاسره بتاعتك، ما بينك انت والتلميذ بتاعك، ما بين التلميذ او الطالب واصحابه، اللي هي احنا بنسميها اللغه العاميه او اللغه الدارجه. فاهمين قصدي؟ طيب، امتى انا اشتغل مع الاطفال الجزء بتاع اللغه البراجماتيكا؟ مبدئيا كده بعد ما الطفل يبقى عنده سياق لغوي ويكون بيعرف يتكلم ويقول جمله من 3 4 كلمات 5 كلمات، ويكون في سياق لغوي. يعني ايه سياق لغوي؟ يعني لما اساله سؤال يجاوبني، حتى لو ما عرفش يجاوب هو برضه، حتى لو ما عرفش يقول صح، هو اسمه ايه؟ ان هو بيجاوب. طيب مبدئيا كده، علشان انا اشتغل معاكم او انتوا تشتغلوا اللغه البراجماتيكا، لازم اعرفكم يعني ايه علم تخاطب. يعني ايه علم تخاطب؟ طبعا انتوا عارفين ان علم التخاطب ده حاجه كبيره جدا طبعا، وحاجه علم كبير قوي 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 قوي. وبينقسم الى ايه؟ عده اقسام. زي مثلا ايه؟ عندنا امراض الصوت، عندنا عندنا امراض اللغه، عندنا امراض الكلام، عندنا ايه؟ امراض البلع ومشكلات ايه؟ التعلم. ليه احنا قلنا صوت؟ صوت كلام لغه، لان الطفل بيبدا اول حاجه اصوات، بعد كده بيقول كلام، بعد الكلام مرحله اللغه. تمام. طيب لو احنا لما نيجي لما احنا لو احنا هنحل مشكله اللغه، لازم نشتغل على حاجات كتير الأول عشان نوصل لمرحلة السياق اللغوي، ونوصل لمرحلة اللغة البراجماتيكا. يعني ايه؟ بص، يعني بالبلدي كده، يعني ايه اللغة البراجماتيكا؟ يعني مثلا اقول له مثلا ازيك يا بلدينا، بقول له الحمد لله، الحمد لله يا بلدياتي. او اقول له ازيك يا حبيبي، يقول لي ازيك يا شق مثلا يعني. بس دي حاجة اعلى شوية. لكن هي لغه دارجه. مثلا اقول له ايه؟ مثلا البقاء لله، مثلا اقول لي الدوام لله وحده. مثلا اقول له مثلا مثلا يعني الف مبروك، قول ربنا يتمم بخير. اللغه الدارجه في الردود ما بين الناس يعني. طيب عشان انا ابدا المرحله دي، لازم الاول ايه؟ الطفل يعرف تخاطب. طب ازاي اشتغل مع الطفل تخاطب؟ ببدأ بإيه؟ أول حاجة ببدأها إن أنا إيه؟ يعني أشتغل بالمجموعات الضمنية بتاعتي. يعني إيه مجموعات ضمنية؟ يعني اللي هي العلب اللي أنت بتشتغلي بيها، الصور اللي هي الحيوانات والخضروات والمأكولات والطيور والنقود والفاكهة والملابس والأفعال والمهن وأدواتها، دي كلها اسمها مجموعات ضمنية. بتاعت أي شركة بقى، سكوير، مستقبل، اسمها مجموعات ضمنية. اول حاجه لازم اشتغلها مع الطفل، سواء اشتغلها اختيار او تسميه او مطابقه او ايا كان. انا هنا بتكلم على الطفل اللي هو ايه يا جماعه؟ الطفل التاخر اللغوي البسيط اللي احنا هنوصل بيه لمرحله ايه؟ اللغه البراجماتيكا. مش بتكلم على التاخر العقلي الشديد ولا التوحد الشديد. تمام. تاني حاجه بعد ما اشتغل معاه المجموعات الضمنيه دي، هبدا بقى بعد ما اشتغل معاه الصور مفرده كحصيله لغويه، كلمه واحده او شيء واحد، ابدا بقى ايه؟ اشتغل معاه جمله اسميه او جمله فعليه. جمله اسميه طبعا من كلمتين، زي اشرب لبن، طبق رز، كوره حمراء، ولد جميل، بنت جميله، بابا جه. جمله ايه؟ اسميه من كلمتين، اللي هي ايه؟ مبتدا وخبر او اسمين مع بعض يعني. بعد كده هشتغل معاه جمله فعليه من 3 كلمات، زي ولد بيشرب عصير، بنت بتشرب عصير، ولد بياكل مش عارف سندوتش، حاجات من دي. بعد الجمله الفعليه اطول بقى الجمله، تبقى جمله طويله لاكبر من 3 كلمات، زي بنت بتاكل بطاطس ورز، ولد بيطلع السلم ويفتح الباب، وهكذا. بعد الجمله الطويله تيجي مرحله ايه؟ الجمله المركبه، اللي هي بيها ايه؟ فيها اكتر من فعل، فيها اكتر من اسم، فيها اكتر من حرف جر، فيها اكتر مش عارف من الحاجات دي يعني، اللي فيها ضماير، فيها بتاع. دي اسمها ايه؟ جمله مركبه. زي البنت بتشرب عصير والولد بياكل بطاطس. الولد طلع السلم وباباه نازل على السلم رايح الشغل. دي ايه؟
دي جملة مركبة. بعد كده ايه، خش بقى على المفرد وعلى الجمع وعلى المؤنث وعلى المذكر وجمع المؤنث سالم ومذكر ومش عارف، والحاجات اللي هي ايه، اللي هي الجمل اللي هي الكبيرة. المفرد مثلا زي عربية يبقى عربيات. بعد كده نخش بقى على على زمن الفعل اللي هو الماضي والمضارع والأمر، زي أحمد. أحمد ذاكر الدرس. منى عملت سندوتش. احمد هيروح الدرس كده يعني. بعد كده اخش بقى على الايه، على المفاهيم اللي هي زي المعكوسات، زي الصفات، زي الحال، زي الاتجاهات، زي ايه تاني، المفردات. فاهمين قصدي؟ بعد كده هخش بقى على الضماير زي انا وهي وهو وانت وانتي وهم واحنا وانتوا. ضمير المتكلم، ضمير الغائب، ضمير الجمع، ضمير المفرد. بعد كده اخش بقى على النفي. النفي الاسم، نفي الصفة، نفي الفعل. بعد كده اخش بقى على الوظائف، وظائف الجسم مثلا، وظائف المهن. بعد كده اخش برضو على حاجات بقى اللي هي ما قبل القصة بقى. ما احنا خلصنا بقى احنا كل حاجة اهو. كلمات مفردة وجمل قصيرة وجمل مركبة ومفردات وضمائر ومهن وصفات وحاجات من دي. وصفات وسمات بقى وكلام من ده. هنخش بقى ايه قبل الطفل ما ياخد ان هو ايه، يقول قصة قصيرة او ينقل محادثة. ناخد ايه، هناخد حاجة اسمها ايه، التسلسل الزمني للحدث اللي انتوا عارفينه بتاعت الفعل. هناخد فهم السبب والنتيجة اللي انتوا عارفينها. هناخد فهم السخافات اللفظية والبصرية اللي هي الحاجات اللي هي ما الخطأ، اسمها سخافات بصرية ولفظية. هناخد فهم العلاقات بتاعت الاشياء والعلاقات المركبه بزياده. هناخد الاجابه على الاسئله الاحداث الوظيفيه، يعني الاسئله اللي هي بمن ومتى وكيف وهل وماذا والحاجات دي كلها. بعد كده بقى نخش على مرحله ايه، مرحله آه، مرحله سرد القصه على حسب بقى مستوى الطفل وحاله الطفل. انا بتكلم بسرعه عشان يا جماعه ايه، يعني احاول اخلص لكم الحاجه دي مثلا في 10 دقايق ولا حاجه. مرحله سرد القصه على حسب بقى ايه مستوى الطفل وسنه. 3 سنين بيسرد قصه معينه، 4 سنين بيسرد قصه معينه، 5 سنين بيسرد قصه معينه. قصه تناسب صفات وخصائص الطفل وتناسب اللغه اللي هو ايه، اللي هو اكتسبها. اول حاجه سرد قصه مصوره من 3 احداث وظيفيه ثم 6 احداث. سرد قصه سمعيه، قصه مصوره يعني ايه، يعني تصور قصه بقى سمعيه يسمعها بس، برضو من 3 احداث ثم 6. قصه بقى حقيقيه مصوره، قصه حقيقيه سمعيه، قصه خياليه بقى، خيال بقى، اقعد اقول له قصه خياليه بس برضو سمعيه يقعد يتخيلها. قصه مصوره فيها كذا حدث، مش حدث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا ستة، لا أحداث كتيرة. وبعد كده قصة متعددة الأحداث، يعني فيها احداث كتيره بتهدف بقى مثلا اعرفه يعني الاخلاق، يعني ايه القيم، يعني ايه حب الاصدقاء، يعني ايه الصداقه، يعني ايه السلوك الكويس. اعلمه المفاهيم، اعلمه يعني ايه مثلا حاجه فيها غيبيات زي جنه جنه ونار، يعني ايه مثلا ملاك وشيطان، زي يعني مثلا ايه حب وكره، يعني ايه. اعرفه كل حاجه من دي، بس اعرفه سلبيات دي ايه وايجابيات دي ايه. بعد كده بقى ايه، اخش بقى بعد ما علمت ده كله بقى، نخش بقى على الحاجه المهمه جدا اللي كلنا بنتعلمها. زي ايه، زي القصه والسرد. دي هنا بقى حاجه اسمها ايه، هنا بقى اللغه البراجماتيكا بقى تتحكم بقى في القصه والسرد، اللي بتعكس ايه، فهم الطفل يعني الكبير قوي للغه، فهم التعدديه اللفظيه، اللفظ الواحد، وحاجات كتيره. يعني ايه يا جماعه لغه براجماتيكا؟ طب يا جماعه احنا قلنا ايه، يعني ايه هي البراجماتيكا؟ اللي هي ايه، قدرة الواحد على فهم وتوظيف اللغة وفهم واستخدام ما وراء اللغة والكنايات والتشبيهات والاستعارات والأمثلة الشعبية والمصطلحات الاجتماعية وكل ما يخص مفردات اللغة من مصطلحات. يعني مثلا زي ايه، مثلا واحد ممكن يقول لك ايه، انا هجيب سندوتش سكالانس مثلا يعني.
هو ما فيش حاجه لغه اسمها سيكالانس، بس احنا عارفين الساندوتش السيكالانس ده يبقى فيه مثلا مش عارف حلاوه طحينيه، على مربى، على قشطه، على مش عارف على ايه الحاجات دي مثلا، على قطع موز، على فاكهه، على كلام من ده مثلا يعني. او مثلا في بينك وبين صاحبتك مثلا سيم، دي اسمها لغه براجماتيكا. فاهمين قصدي؟ او مثلا ايه يعني حاجات شبيهه لدي كده يعني. يعني حاجات زي كده. يعني مثلا واحد مثلا ايه، الله يبارك، يعني حد يرد له الله يبارك فيكي، ربنا يتم على خير، بالتوفيق يا رب، امين، رضي الله عنه، الله يرحمه، لا ده مثلا يقول لك لا ده مثلا لا طبعا ما حصلش، مين اللي قال لك كده؟ الردود دي، الردود دي الاطفال طبعا اللي عندها مشكله في دي، عندها مشكله في اللغه، بيبقى عندها مشكله في الحته دي. تمام كده. طب ايه هو الهدف من اللغه البراجماتيكا؟ هو تطوير اللغه عند الاطفال المتاخرين لغويا. تمام كده. وعشان ايه بقى؟ يعبروا بنفس اللغه وبنفس الطريقه اللي ايه بيعبر بيها الاطفال اللي من سنهم وفي البيئه اللي بيعيشوا فيها. يعني مثلا لا، اللغه البراجماتيكا دي مثلا في دمياط تختلف عن الصعيد، تختلف عن وجه بحري، عن اسكندريه، حتى داخل دمياط هتلاقي اللغه تختلف. الناس اللي ساكنه في المدينه غير اللي ساكن في الشعره، غير اللي ساكن في السياله، غير اللي ساكن في شطا، غير اللي ساكن مثلا في السنانيه، غير اللي ساكن في راس البر، غير اللي في الجديده. كل منطقه حتى على مستوى حتى المنطقه، كل حد ليه اللغه بتاعته والردود بتاعته يعني. طب اللغه دي تنقسم الى ايه؟ لغه استقباليه اللي هي الفهم الكلام اللي بيتقال، ولغه تعبيريه اللي هي ايه؟ طريقه ترتيب وتركيب الرمز الصوتي.